السيد ضارب 180 مليون خرج بكفاله ديال 10000 درهم. طلبوا لي ازيد من 30 طن، شيكات مزورين ماشي ديالهم. هاد السيد تعرض للنصب في 180 مليون. شنو وقع بالضبط؟ نشوفوا الفيديو كامل ونرجعوا. حسن بياض من مدينه فاس، موزع ديال زيت البلديه. كنوزع الزيت البلديه. كنت خدام كثيره الايام، خدام على راساتي كثيره الايام، كنفرق السلعه عادي، ما كاين حتى شي مشكل، غادي خدام على راساتي، ما كاين حتى شي مشكل. حتى كيتسلطوا بيا هاد الناس هادو عرفوني عليهم واحد جوج ديال الاشخاص كنعرفهم من قبل، ما بيني وبينهم حتى شي صله ديال القرابه، فايت تعاملت معاهم من قبل، فايت بيعت شريت معاهم من قبل. هاد التسعود هادو منهم هاد الجوج هادو ديال الاشخاص هادو كيصونيو ليا. بغينا حنا درنا عندنا شركه مكونه من 9 ديال الاشخاص، جابوا لي داكشي كامل في وثائق وتسميه ديال شركه وهميه وجمع لوا داكشي كامل. ديك الشركه ما مصرحاش بها، كنتش عارف بانه الشركه وهميه. ودوك الاشخاص هذوك الاخرين اللي جابوهم ليا تما لاكارطات مزورينهم، كتشوف كيعطيك السيد لاكارت، كتشوف التصويره ديالو، الاسم ديالو، الكنيه ديالو، انك داكشي كامل غير وهمي، ماشي الاسماء ديالهم الحقيقيين. كنجمعوا كاملين، كنريحوا في قهوه، كنتفاهموا على الثمن، كنتفاهموا على اي حاجه. صافي بعت شريت معاهم النوب الاولى، خلصوني النوب الثانيه، النوب الثانيه. شحال خلصوا في المره الاولى، شحال خلصوا في المره الثانيه؟ داك المقدار اللي كنجيب لهم ديال السلعه كيخلصوه ليا. من بعد قال لك حنايا الفلوس دابا خارجه لنا، وشدينا مارشيات جداد وغادي نبقاو نتصارفوا بالشيكات، وغنعطيوك شي حاجه ديال لافونس نبقاو نصبقوا لك. حنا كنتخلصوا على اساس على 3 شهور عاد كنتخلصوا من عند الدوله، وملي غادي نتخلصوا راه غادي نعطيوك داكشي اللي كتسالنا، وحنا غاديين كنبيعوا ونشريو. انت كتعاون معنا وحنا كنتعاونوا معاك. ايوا داكشي اللي كاين. بقيت كنليفريهم السلعه، كيعطيوني شيكات مزورين ماشي ديالهم، شيكات مزورين، السيلياتور مزورين. السلعه عباره عن شنو؟ على زيت العود، يعني السلعه كلها بلي فاكتور، بالتيكيت ديالها، باي بلون صاب كل شيء. بقيت كنليفري هاد الناس هادو. ضربنا واحد المده كيطلبوا لي واحد المونطو كبير. شحال طلبوا لك؟ طلبوا لي ازيد من 30 طن. 30 طن ديال زيت العود. بقاو كيطلبوا لي مونطو كبير ازيد. قلت لهم خلصوني في داكشي القديم ونوليو نبداو من جديد. قال لك لا، حنا هذا تما في بقيت شكيت فيهم بصراحه، شكيت في هاد الناس هادو. قلت لهم خلصوني في داكشي هذاك، ومن بعد الا بغيتوا شي حاجه راه نزيدكم السلعه. بقاو كيتماطلوا في الخلاص، بقاو هذا. صافي حسيت بانه شي حاجه كاينه. كنتقدم للبنكه كندفع دوك الشيكات. كاين الشيك اللي كيرجع ام بي، كاين الشيك اللي كيرجع مذكرى لي به مسروق مولاه، كاين اللي كيديك مذكرى لي به مولاه طايح. اذا كما شفنا اللي وقع ما يمكنش نشوفوه غير كعمليه نصب عابره، حيث الطريقه اللي تمت بها العمليه كتبين انها كانت مبنيه على التخطيط واستغلال الثقه، استعمال وثائق وبطاقات ووسائل كتعطي انطباع بان كل شيء قانوني، كيخلي الضحيه يتعامل وهو مطمئن وما عندوش سبب واضح يشك في المعامله. وهنا كيبان بالواضح ان النصب ما كيكونش ديما بالمواجهه او بالضغط، ولكن مرات كيكون بالاقناع وبناء الثقه خطوه بخطوه. والخطير في هذا النوع من العمليات هو ان الضحيه ما كيكتشفش الحقيقه حتى كتكون الخساره وقعت فعلا. وفي هذه الحاله الخساره ماشي بسيطه، سواء من ناحيه قيمه السلعه او من ناحيه الثقه اللي تعطاها للطرف الاخر. ومن خلال التفاصيل اللي شفنا كيبان أن العملية كانت فيها عدة مراحل، وكل مرحلة عندها دور في إقناع الضحية. ودابا من بعد ما وقعت العملية واكتشف الحقيقة، غادي نكملوا القصة بالمرحلة اللي مشى فيها هاد السيد للشرطة. كنت موجه للمحكمة عند السيد وكيل الملك ديال المحكمة ديال قنيطرة. كنحط الشكاية ديالي، كيعطي التعليمات ديالو، كيسمعوا لي الضابطه القضائيه، جوج منهم كيسكنوا في مدينه قنيطره. على اساس قبل نقدم الشكايه، ملي مشيت كنلقى هاد الناس هادو الاسماء ديالهم غير وهميين. من خلال باش كنت كنتصارف معاهم كننزل لهم السلعه، غير من خلال هذا التصاور كنصورهم غير هكا دار كاع السيد كيكون كتنزل السلعه ولا هذا، كنجبد التليفون كنتصور، كيبقاو دوك التصاور ديالهم عندي. ملي كنلقى الاسماء ديالهم وهميين صافي بقيت كنفرق التصاور ديالهم على البيعه والشرايه.
اللي شاف هاد الناس هادو يعلمني، اللي شاف هاد الناس هادو يعلمني. مهم. صافي حتى كنتوصل الاسماء ديالهم الحقيقيين، كيطيحوا جوج روشيرش من قنيطره، واحد من سيدي يحيى وواحد من قنيطره. مهم. كاين اللي جلس له حدا الدار ديالو 3 ايام، كاين اللي جلس له حدا الدار ديالو سيمانه. واحد في سيدي يحيى كان جلس له حدا الدار ديالو ازيد من 4 ايام. صافي واحد النهار هو جاي للدار ديالو، كنتلاوا انا وياه، كيجيو البوليس كيجمعونا بجوج، كنمشيو للكوميساريه، انا ما عندي لا سوابق لا والو، هو طايح عليه لوشيرش، انا كيطلقوني كنمشي بحالتي، هما كيقدموه للسونترال ديال قنيطره. سونترال ديال قنيطره، واحد اخر عاوتاني ديال قنيطره عاوتاني نفس المشكل، كنولي كنلوي عليه، عاوتاني كيجيو البوليس كيهزوه كيديوه. يعني بذلتي مجهود حتى تحتي عليهم. اي داكشي اللي كاين. هاد الناس هادو ملي كيتشدوا جوج، كنتقدموا قدام السيد وكيل الملك. الاول تقدم عند السيد وكيل الملك، كنتقدموا عند السيد قاضي التحقيق كيتعتقل، مشى بحالة اعتقال. وكنتقدم انا والاخر عاوتاني عند السيد وكيل الملك. ومع العلم اللي غنتقدم انا وياه الثاني كتجيني مكالمه من عند واحد من افراد العصابه، قال لي هادشي كامل بالتسجيلات، التسجيل ديال المكالمه. قال لي هاد السيد هذا جينا عطيناك 50 مليون ما بغاش يشد الفلوس. هما جاو عندك التليفون؟ جاو. وعلاش ما شديتيهم شعيتي للبوليس؟ كاينين شهود على هذا الشيء هذا. علاش منين لقيتي اللي جاو عندك؟ علاش ما شديتيهم شعيتي للبوليس؟ جاو غير جوج، شي جا لعندي وشي بقى ما جاش يحضر معايا، غير جوج. جاو قال لك غادي نتفاوضوا معاك، غنعطيوك 50 مليون، غادي نبدلوا لك الشيكات، وهذا الشيء اللي وقع غنحسبوه ما وقعش كاع. صافي يعني ثقت في هاد الناس هادو قال لك حنايا نعطيوك 50 مليون، ولاو قالوا لي نعطيوك حتى اكثر، بعد بغاو يفلتوا، بغاو يهربوا مني ما بغيتش. قال لك نعطيوك المهم الفلوس ديالك غادي تأدى لك. صافي مشاو بحالاتهم. صافي كيخرج السيد بكفاله ديال 10000 درهم، مع العلم ضاربين فوق 180 مليون. السيد ضارب 180 مليون، خرج بكفاله ديال 10000 درهم وبالاعترافات ديال السيد اللي معتقل. كنتوجه لعند السيد وكيل الملك، قلت له استاذ اشني واقع لي، واشني واقع لي هاد الناس مازال ما طالق عليهم لا روشيرش لا والو، مازال ما استدعيتهمش، علاش؟ قال لي غتولي دير شكايه ديال طلب باقي المتهمين باش يحيلهم على قضيه التحقيق. قال لي وجيب لي ديك الشكايه هذيك وانا نكاشني لك عليها. فعلا كنولي كنجيب ديك الشكايه هذيك، كنطلعها للسيد وكيل الملك، وكنعطيه الاوديو التسجيل ديال السيد اللي كيقول لك عاطي الفلوس، وشاو الدوسي ديالي مبيوع. حطيت له الشكايه، حطيت له داكشي كامل، لحد الساعه مازال ما كاين والو. كنولي كنتوجه للسيد وكيل الملك السيد وكيل العام ديال المحكمه ديال قنيطره، كنديرو التسجيل ديال المكالمه. ملي سمع داك التسجيل هذاك كيهز التليفون كيصوني على الشاف ديال لا بي جي ديال سونترال ديال قنيطره. قال له هو يجي عندك واحد الولد، اشني كاين تصنت هذا السيد هذا الولد هذا، تصنت له واستدعي السيد اللي كيهضر في هذا التسجيل هذا. كنتوجه عند لا بي جي، فعلا الشاف ديال لا بي جي كيستقبلني، كيسمع مني وتصنت للتسجيل حتى هوايا، وكيعطي التعليمات ديالو لهذا السيد هذا كيخصو يجي. وهذا السيد هذا مازال لحد الساعه مازال ما جاش. علاش؟ كما شفنا في الفيديو، النصب والاحتيال ما بقاش كيكون بالطرق التقليديه فقط. اليوم ولات اساليب النصب اكثر تعقيدا، وكتعتمد بشكل كبير على استغلال الثقه. المحتال كيحاول اولا يعطي للضحيه احساس بالامان والمصداقيه، سواء عن طريق وثائق، شركات، معاملات، او حتى اشخاص كيبانوا في الاول موثوقين. وهنا المشكل ان الانسان بطبيعته ملي كيلقى قدامه كل هذه المظاهر كيولي كيطمئن وكيقلل من الشك. لكن في المعاملات التجاريه الثقه بوحدها ما كتكونش كافيه، خصوصا ملي كتكون القيمه الماليه كبيره. خاص دائما التأكد من هوية الأشخاص، صحة الوثائق، قانونية الشركة، وطريقة الأداء قبل تسليم أي سلعة، حيث أي إهمال بسيط في هذه التفاصيل ممكن تكون عواقبه كبيرة جدا. والأخطر هو أن المحتالين كيعرفوا بالضبط كيفاش يستغلوا هذه الثغرات ويعطوا للضحية الإحساس بأن كل شيء عادي وقانوني. ومن هنا الوعي والاحتياط في المعاملات التجارية ماشي مسألة خوف، وإنما وسيلة أساسية لحماية الحقوق ورأس المال. بالنسبة للرأي ديالي في هذه القصة، فبصراحة اللي وقع كيعطينا واحد الدرس مهم بزاف، وهو أن الثقة في المعاملات التجارية خاصها ديما تكون مصاحبة بالتأكد والاحتياط. الرجل كان كيتعامل على أساس أن الأمور عادية وأن الطرف الآخر موثوق، ولكن في المعاملات اللي فيها مبالغ كبيرة ما خصناش نعتمدوا على الكلام أو المظاهر فقط،
خاص دائما نتأكدوا من الشركة، من الوثائق، من هوية الأشخاص ومن طريقة الأداء. وقبل كل شيء نتأكدوا أن الفلوس دخلت فعلا قبل ما نسلموا سلعة عندها قيمة كبيرة. وحيت المحتال المحترف ما كيجيكش ويقول لك أنا غادي ننصب عليك، بالعكس كيحاول يعطيك الثقة ويخليك تحس بأن كل شيء قانوني ومنظم. وهنا بالضبط خاص الإنسان يكون أكثر حذرا. وحتى إذا كانت المعاملة باينة مضمونة، ما كاين حتى مشكل إلا خديتي الوقت الكافي باش تتأكد من جميع التفاصيل، لأن دقائق ديال الاحتياط ممكن تجنبك خسارة كبيرة. والنصيحة ديالي للمشاهدين، خصوصا الناس اللي كيتعاملوا في التجارة، هي ما تستعجلوش في حتى صفقة، وما تسلموش السلعة غير على أساس وعود أو شيكات أو وثائق ما متأكدينش من صحتها. إذا كانت القيمة كبيرة، الأفضل تستعينوا بمختص أو تتأكدوا من الجانب القانوني والمالي ديال المعاملة قبل ما تقدموا على أي خطوة، حيث في النهاية الحذر ماشي تشكيك في الناس، وإنما حماية للحق ديالك ولرزقك. وبالنسبة لهذه القصة، نتمنى أن الجهات المختصة تقدر توصل للحقيقة كاملة، وأن كل واحد عنده علاقة بهذه العملية يتحمل المسؤولية ديالو وفق القانون. والأهم هو أن هذه القصة تكون عبرة لنا كاملين، ونستافدوا منها باش ما نطيحوش في بحال هذه المواقف. إلا عجبكم الفيديو وعجبكم هذا النوع ديال المحتوى، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة إلا كنتم مازال ما مشتركينش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليوا لي حتى الرأي ديالكم في التعليقات، وشنا هي أهم حاجة خرجتوا بها من هذه القصة. ونلتقوا إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم بخير.